الدنيا دي يا صاحبي ملهاش امان. اللي قدامك في الصورة ده فيدريكو كييزا اللي كان من كام سنة بس قبل ما يجي ليفربول كان بيتقال عليه اقوى موهبة في ايطاليا. بعدين انا هتكلم كتير ليه؟ انا سيبك انت تتفرج وانت تحكم بنفسك. كان مين هو فيدريكو كييزا قبل ما يجي ليفربول؟ انت شايف الار 2 يا جدعان؟ يا جدعان ده في يورو 2020 يا جدعان، يعني نايم اوروبا من المغرب. انا مش عارف لحد دلوقتي ليه ليفربول اتعاقدوا معاه. يعني هو موهبة اتدفنت في ليفربول لا محالة. فيدريكو كيزا يمينه شغال شماله شغال سرعة ار2. انا مش مستوعب ان ده لعيب دكة وان ده لعيب كمان مش بيعتمدوا عليه في الفترة التجهيزية دلوقتي. بيعوه يعني بيعوه. طيب فيدريكو كيزا من القمة الى القاع مع ليفربول في الدوري الانجليزي. بصراحة الدنيا ملهاش امان. بصراحة انا حزين جدا على موهبة زي دي انها راحت في الارض. فيدريكو كيزا لازم يخرج من ليفربول عشان احنا خسرنا موهبة عالمية لا محالة. بص بص